هلا يا هلا يا معلم، وجايب لك انمي جديد ولسه بينزل لحد دلوقتي، فما تنساش تصلي على النبي ولايك وشير وسبسكرايب لاخوك علشان محتاجهم اليومين دول. ويلا بينا نبتدي ملخص. وبتبتدي الحكايه بنشوف ورع صغير، والواد ده بيكون اسمه ريو، وبنشوف ان هو بيصحى من النوم، واول ما بيصحى بيلاقي انه قدامه كتابين وسكينه، وبيطلع بعد كده بره البيت، وبنشوف ان هو بيبتدي يكتشف قدراته، وبيعرف ساعتها ان هو عنده قدره التحكم بالميه. وهوب مره واحده بنشوف ان هو بيتنقل لمكان غريب وما بيكونش عارف هو موجود فين اصلا، وبيظهر مره واحده قدامه ساحر وبيقول له انت ريو. فولدنا بيقول له اخلص يا عم، جايبني مكان غريب وانت مش عارف انا مين اصلا. فالساحر ساعتها بيفرح علشان ما حدش كان جاله من فتره كبيره، وساعتها بنشوف ان الساحر بيقول لولدنا ريو الحقيقه، بيقول له يا انت عبيط، انت اصلا كنت مت في حادثه. فولدنا ساعتها بيقعد يفتكر الحادثه اللي كانت حصلت له، وبيصدق اللي بيتحكي له. وولدنا بيقول له يعني انا كده خلاص راحت عليا وان انا مت. فالساحر ساعتها بيقول له مفيش الكلام ده، وانا كنت نقلتك لعالم تاني. وبيقول له اصلا ان انت حر تعمل اي حاجه انت عاوزها، علشان مفيش اي حاجه انت المفروض ان انت تعملها او متكلف بيها. وولادنا ريو بنشوف ان هو بيكون متفاجئ وقاعد يفكر شويه، وبيقول له ان انا عاوز اعيش حياه هاديه وما فيهاش اي مخاطر في العالم الجديد اللي انا فيه. والساحر بيقول له ان انا هرجعك لعالم سحري اسمه فاي، وبيقول له ان 20% بس من البشر هم اللي عندهم قدرات سحريه، وبيقول له ان انت هخليك تقدر تستخدم عنصر الميه عشان العنصر ده يعتبر مناسب لشخصيتك. ولما بيعرف من ري ان هو اصلا عاوز يعيش حياه هاديه، بنشوف ان هو بيرجعه ساعتها لغابه اسمها روندو، وبيشاور له على بيت صغير وبيقول له اعتبر البيت ده بتاعك يا ريس، وحاطط لك فيه اكل يكفيك اسبوعين. وولادنا اول ما بيخش البيت بيشوف انه قدامه شويه لحمه متجمده، والسحر بيقول له ان انا كنت عملت بس كده علشان احميك من الوحوش. وفي البيت الجديد بنشوف ان ولادنا بيكون عمال يتعلم وعمال يقرا عن الوحوش، وبيتفاجئ ساعتها ان لغه الكتاب تعتبر غريبه جدا، بس الغريب اصلا ان ولدنا كان قادر يقراها. وبيطلع بعد كده بره البيت عشان يتعلم على سحر الميه، وبيكون متاكد اصلا ان القوه السحريه بتظهر من التخيل من غير ما هو ينطق باي حاجه. وبعد كده بنشوف ان هو بيرجع البيت وبيقعد يملى حوض الميه، بس لما بيجس الميه بنشوف ان هي بتكون بارده، وبيكون بيتمنى ان هي تكون دافيه علشان يقدر ياخد دش. وبيخرج بعد كده علشان يجمع شويه خشب علشان يولع نار، بس كالعاده فاشل ومبيقدرش يعمل اي حاجه وبيكون تعبان جدا. وبنشوف ان هو بيكون مرمي على الارض من كتر التعب، وبعدها بيجيب طبق ميه وبيحاول ان هو يجمدها، وكالعاده فاشل للمره التانيه. وبيقعد يقول لنفسه ان الموضوع يعتبر صعب جدا ولازم اكتشف ازاي اقدر ان انا اعمل تلج. وبيبتدي بعد كده ان هو يركز ويتخيل جزيء الميه، وبيقعد يقول ان انا لازم اربط الهيدروجين بالاكسجين. وفي لحظه تجلي وتركيز عاليه، ولدنا السفاح بيقدر ان هو يجمد الميه، وبيكتشف ان هو يقدر ان هو يشكلها باي شكل هو عاوزه، وبعدها بيستخدمها علشان يقدر ان هو يولع الخشب. وطبعا كان فرحان ومزقطط على الاخر، ورجع للبيت بعد كده وخد حمام دافي زي ما هو كان عاوز، وكان طبعا مبسوط جدا، واليوم الاول يعتبر ناجح. وبيقول ان انا هستخدم نفس الطريقه علشان اقدر ان انا اسخن الميه المره الجايه. وبيقول لنفسه ان السحر في العالم ده يعتبر ان هو مفيد جدا. وتاني يوم بنشوف ان هو بيقعد ياكل من الاكل اللي كان موجود في التلاجة، بس افتكر ان الاكل هيخلص كمان شهرين. وبيقعد يقول في نفسه ان انا لازم اصطاد قبل ما الاكل كله يخلص واجوع هجوع. وبيقول ان السكينه تعتبر مش كفايه للصيد، ولازم ان هو يتعلم شويه سحر هجومي، وبيطلع علشان يتدرب تاني وبيقعد يعمل كور ميه، وكانت دي تعتبر اول تعويذه هجوميه هو يقدر ان هو ينجح فيها، وبيكون مبسوط بيها جدا. بس بنشوف ان قوه الهجمه تعتبر ضعيفه، وهو طبعا كان عارف ده، بس ما بيضايقش نفسه وبيقعد يقول ان انا اصلا عندي افكار تانية، وكل ده علشان بس ان انا اطور السحر بتاعي. وولادنا ريو بيقعد يركز بعد كده في الميه علشان يعمل نافوره، وبيضيق الفتحه علشان يخلي الاندفاع بتاعها سريع، بس الميه بعد ما بتخرج برضه بنشوف ان ما بتوصلش للشجره، والضربه كانت ضعيفه خالص. وبنشوف ان ولدنا بيكون متضايق شويتين، وبيرجع بعد كده للسحر وبيقعد يساله، بيقول له يا ريس انا ازاي يا ريس ازاي استخدم السحر كويس مش ناقصه خربان. فالسحر بيقول له برضه ان اساس السحر يعتبر التخيل، وان انت لازم تتخيل الهدف بتاعك بوضوح جدا، وان انت مع الوقت فانت هتكتسب خبره كبيره. وبيرجع بعد كده ريو الغابه ويبتدي ان هو يستخدم السحر زي ما الساحر كان قال له، وبيكون حاسس ساعتها بتحسن كبير. ورجع للبيت بعد كده وبنشوف ان هو بيستخدم تعويذه عكسيه علشان يقدر ان هو يملى الحوض بتاعه بالميه السخنه. وتاني يوم بنشوف ان هو بيبتدي ان هو يتدرب علشان يقدر يكون التلج من الهواء، وفعلا بنشوف ان هو بينجح، بس للاسف بيكون بيعمله ببطء شديد جدا. بس بيقول ان انا كويس ان انا قدرت ان انا ابدا وقدرت ان انا اعمل شويه تلج، وده بيشجعه علشان ان هو يستمر ويقدر ان هو يطوره مع الوقت. وفعلا ولدنا بنشوف ان هو بيقدر ان هو يعمل رمح من التلج، بس ما قدرش ان هو يضربه لمسافه بعيده. وبيعرف ان اطلاق التلج اصلا لمسافه بعيده يعتبر اصعب من الميه، بس بيقرر ان هو لازم يقعد يتمرن عليه علشان يتقن زي ما كان عمل مع كرات الميه. وبيجرب مره تانية ان هو يرمي اسهم تلج، بس كالعاده فاشل، وبيكون ولدنا بذل مجهود كبير جدا لدرجه ان هو كان حاسس ان هو هيغمى عليه. وبيرجع بيته بعد كده وكان عاوز ان هو يولع النار،
بس الشمس ما كانتش طالعة زي قبل كده، ودي تعتبر مشكلة جديدة بتواجهه، وبيقول إن أنا لازم ألاقي لها أي حل. وبعد أيام من التدريب بنشوف ولدنا كان نجح إن هو يعمل شوية أسهم تلج، بس للأسف برضه ضربتها كانت لسه ضعيفة. وبعد كده ولدنا بيقرر إن هو يطلع في مغامرة للغابة، وبيكون واخد معاه الرمح بتاعه، وبيلاحظ بعد كده إن في آثار وحوش ضخمة كانت موجودة، وكمان بيكون لقى حجر موجود على ضفة النهر يقدر إن هو يستخدمه علشان يولع منه النار، وبيفرح جدًا علشان هيقدر إن هو يعمل كده حتى لو الشمس ما كانتش موجودة. وبيبتدي بعد كده إن هو يجمع أعشاب طبية، لحد ما مرة واحدة بنشوف إن في مصيبة بتظهر له، والمصيبة دي أصلًا بنعرف إن بيكون في وحش قاعد مترصد لولدنا، وولدنا مرة واحدة بيحس بيه، وأول لما بيلف ويشوفه بيعرف إن هو خنزير بري. وطبعًا الرعب بنشوف إن هو بيكون شل ولدنا حرفيًا، والخنزير مرة واحدة بيطلع يهجم عليه، بس ولدنا ريو بيقعد يفتكر الحادثة اللي هو كان اتذبح فيها آخر مرة، وقدر إن هو يتفادى الهجوم في آخر لحظة، والخنزير بنشوف إن هو بيهجم عليه تاني. وولدنا ريو أصلًا ما كانش قادر إن هو يتحرك بسبب الخوف، بس بيقول يا ترى ممكن أقدر إن أنا أستخدم السحر من مكاني، وبيستخدم مرة واحدة تعويذة التلج في طريق الخنزير، خلى إن الخنزير ده يتدقلج، وبعدها كان طلع أسهم تلج كتيرة خلى الخنزير يخبط فيها، وبسبب كده فالخنزير اتذبح. وولدنا ريو بنشوف إن هو ما بيكونش مصدق نفسه إن هو قدر إن هو يخلص على الوحش ده. وبعد كده ولدنا بنشوف إن هو بيرجع بيته وبيبتدي إن هو يجهز جلد الخنزير علشان يعملوا لبس، وبدأ كمان إن هو يولع النار جوه البيت، وده من غير ما ولدنا يحتاج الشمس. وبعدها بنشوف إن هو بيقعد يمسك كتاب الوحوش وبيقعد يقرا فيه، وبيكتشف أصلا الخنزير اللي كان ذبحه ده يعتبر من الوحوش اللي هي ضعيفة جدا، وده بيخليه إن هو يفهم إن الكتاب اللي معاه ده أصلا يعتبر للمبتدئين. بس في آخر صفحتين موجودين في الكتاب كانوا مكتوب إن هم يعتبروا إن هم نسخة خاصة، وبيقرا فيها ساعتها عن التنانين، وإن أي تنين فيهم يقدر إن هو يدشمل المدينة كاملة بكل سهولة. ومكتوب في الكتاب إن أنت لو شفت تنين اعمل نفسك ميت، وبيقول إن الكلام المكتوب في الكتاب ده أكيد يعتبر منطقي، لأن هو أكيد هيعتبر ميت لو كان شاف أي حد منهم. وبعد كده بيشوف إن في وحش بيكون اسمه أكوما، والوحش ده بنعرف إن هو بيكون شبه الشياطين، وكان مكتوب جنبيها ملاحظة إن أي حد ما يتمناش إن هو يقابله أبدا. ساعتها ولدنا ريو بيحس إن العالم ده يعتبر إن هو كبير جدا، وإن هو مليان وحوش خطيرة. وتاني يوم بتشوف إن هو بيقلع هدومه وبيخش الغابة، وبيبتدي إن هو يقطف في الفاكهة ويدوقها، وكان لابس كمان لبس الخنزير اللي كان عمله. وهو في الطريق بنشوف إن في طائر عملاق بيهجم عليه، تقريبا كان فاكره دودة، والطائر بنشوف إن هو بيهجم عليه، بس ولدنا ريو بيقدر إن هو يتفادى الهجوم في آخر لحظة. وولدنا بيلاحظ إن الطائر ده يعتبر إن هو قوي جدا، وبيقدر إن هو يقطع الشجر بكل سهولة. وولدنا بيقول يفكك وبيحاول إن هو يهرب منه، وبيحاول إن هو يبطئه باستخدام ألواح التلج، وبيقول إن الطائر ده تقريبا بيستخدم سحر الرياح في الهجوم بتاعه، بس سلاحه الأساسي يعتبر إن هو المخالب والمنقار بتوعه، وكان صعب جدا على ولدنا إن هو يقدر إن هو يهرب منه، وبيحاول إن هو يضربه بأسهم مية، بس الطائر بيكون سريع وبيقدر إن هو يتفاداهم كلهم. ولما بيقرب بنشوف ولدنا بيعمل حاجة السرج علشان يقدر إن هو يحمي نفسه، والطائر ساعتها بيخبط فيه وبيقع على الأرض، وبنشوف إن ولدنا بيقرب منه بعد كده وبيحط السلاح عليه، بس الطائر بيكون هرب بسرعة، وكان فاكر إن ولدنا رؤيا يذبحه، والوحش بيطير. ولدنا بياخد باله إن عين الوحش ده تعتبر إن هي اتجرحت، وساعتها الطائر ده بيتكل على الله وبيمشي بعيد. بعدها ولدنا ريو بيترمي على الأرض وبيقول إن الحياة الهادية اللي هو قاعد فيها دي تعتبر صعبة جدا، وطبعا بنشوف إن الليل بيليل عليه وهو تايه في الغابة، وكل ده بسبب إن هو كان عمال يهرب من الطائر، وبيبتدي يتحرك وبيكون فاكر إن هو أصلا على الطريق الصح، بس ساعتها بيشوف بحيرة، والغريب إن هو بيلاقي ساعتها فارس من غير راس، والفارس ده بيكون جنب حصانه، وده طبعا بيكون راقب ولدنا. وتاني يوم بنشوف إن ولدنا بيكمل مشي في الغابة، وبيبتدي بعد كده إن هو يصطاد وحوش كتير باستخدام الأسهم بتاعته، وبيقدر إن هو يصطاد السمك عن طريق الرمح، وبيرجع بعد كده البيت وبنشوف إن هو بيخزن سمك كتير، وبيبتدي إن هو يتدرب على ألواح التلج. وبعد كده بنشوف إن هو بيتحرك على النهر وبيغوص في المية، وهناك بيقابل اخطبوط عملاق بيطرده من المية. بعدها بنشوف إن ولدنا بيستخدم سحر المية بالاندفاع بتاعه علشان يقطع الصخور، وده بيكون فرحه جدا، وبيقول إن أنا لو قدرت إن أنا أزود صلابة التلج فأنا هقدر إن أنا أستخدمها بدل أدوات الطحن. وولدنا بيكون حاسس إن هو بدأ إن هو يستخدم السحر بشكل كويس، وبيرجع للفارس اللي هو كان شافه قبل كده اللي كان من غير راس، وبيعرف إن هو ساعتها اسمه دولهان. وولدنا ريو بيقعد يقول طالما الكتاب ما كانش فيه أي معلومات عن الوحش ده فده أكيد إن الوحش ده يعتبر قوي جدا، بس ولدنا بيقعد يشجع نفسه بيحاول إن هو يهاجمه، وبيقعد يهجم عليه بضربات كتير جدا، بس ولا ضربة طبعا بتأثر فيه. ده بالعكس الوحش كان ضربه ضربة قوية جدا وكان هيخلص عليه، بس ولدنا ريو كان قدر إن هو يتفاداه في اللحظة الأخيرة. وبعدها ولدنا ريو كان حاول إن هو يهجم عليه، بس الوحش قدر إن هو يتفادى ضربته، وبعد كده الوحش كان ضربه تاني ورمى على الأرض. وولدنا كان حاسس ساعتها بإرهاق شديد، وبيقول إن أنا ما عنديش أي أمل إن أنا أقدر أهزمه. والوحش ساعتها بيطلع له سيف من المية، وريو ساعتها بيتفاجئ جدا إن الوحش بيديله السيف، وقبل لما الوحش يختفي بيقول له إن أنت لازم تتقن استخدام السيف كويس. بعدها ولدنا ريو بيطلع على الغابة وبنشوف إن هو بيقابل الطائر اللي كان هاجمه قبل كده من تاني، وبيشوف الجرح اللي في عينه، وبيلاحظ إن أصلا لون الطائر ده كان اتغير، وبيقول لنفسه واضح كده إن الطائر ده شكله اتطور. وبعد كده بنشوف إن الطائر بيطلق عليه سحر الرياح، بس ولدنا السفاح بينجح إن هو يصد الهجوم اللي جاي عليه،
وده عن طريق استخدام سحر حواجز التلج. وبنشوف ان الطائر شكله ما استسلمش، وبنشوف ان هو بيكسر كل الحواجز اللي ولدنا عملها، وبيكون بدأ ان هو يهجم عليه تاني. وبنشوف ولدنا بيكون عمال يصد ويهرب في نفس الوقت. وبعدها ولدنا بيجرب اسهم التلج، بس للاسف ولا واحده كانت جت فيه. والطائر بيستخدم ساعتها صوت قوي جدا كنوع من السحر، وبيكون عمال يهجم بيه على ولدنا ريو. بس ولدنا السفاح كان قدر ان هو يصد الهجوم بتاعه. وبعد كده الطائر ده بيكون بيحاول ان هو يقفش ولدنا بالمخالب بتاعته، بس ولدنا ريو كان صد الهجوم بتاعه باستخدام السيف. وبعدها الطائر بنشوف ان هو بيختفي وبيظهر من ورا ولدنا ريو من تاني، وبيكون استخدم ضده سحر الرياح. وريو بالعافيه كان قدر ان هو يصد الهجوم بتاعه. بعدها الطائر بنشوف ان هو بيطير على ارتفاع عالي جدا، وبيكون بيستعد لهجوم جديد. وبنشوف ان هو على طول بيهجم على ولدنا ريو، بس ريو بيقدر ان هو يطعنه بالسيف بقوه، وبالعافيه بيكون قدر ان هو يرميه على الارض. بعدها بنشوف ان ولدنا ريو بيقرب من الطائر، وبيقول له انا عارف ان انت جاي علشان تنتقم بسبب ان انا كنت عملت لك عين. وبيقول له بفضل العركه اللي كانت ما بيني وما بينك، فانا السحر بتاعي يعتبر ان هو اتطور، وقدرت ان انا اكون اقوى من اي وقت. وبعدها بنشوف ان هو بيشد جزء من السيف من جسمه، وبيقول له ان انا عارف اصلا ان انت اتطورت علشان تيجي تنتقم مني، بس انا دلوقتي هخلص عليك. وبعد كده بنشوف ان هو بيطعن الطائر لحد ما بيخلص عليه. وفجاه مره واحده بنشوف ان بيظهر قدام ولدنا تنين كان طاير في السماء، وبينزل مره واحده قدام ولدنا ريو. وولدنا ريو بيقعد يقضي انصدامات في العالم الغريب اللي هو موجود فيه ده. وبيكون ولدنا مصدوم اول ما بيشوف ان التنين قاعد بيتكلم معاه. والتنين بيقول له ان انا كان بقالي كتير جدا ما استخدمتش التخاطر العقلي، ومش متاكد اصلا اذا كنت قادر تفهمني او كان هو لسه شغال. فريو ساعتها بيكون مستغرب جدا، وبيكون مش فاهم يعني ايه تخاطر. فالتنين بيساله وبيقول له هو انت كنت قابلت طائر كان اتطور من شويه؟ فولدنا بيرد عليه وبيقول له ايوه فعلا انا قابلته، ولسه مخلص عليه من يجي ثانيتين. فساعتها التنين بنشوف ان هو بيقعد يضحك وبيقول له الله ينور عليك يا ريس. وبيشوف ساعتها السيف اللي مع ولدنا ريو، وبيقول له ان السلاح اللي معاك ده يعتبر ان الجني هو اللي كان صنعه. وبيقول له طالما الجني هو اللي كان اداك السلاح ده، فانت اكيد عملت حاجه تستحق الشرف ده. وولدنا ريو كان عاوز ان هو يساله اسئله كتير، بس التنين بيقول له ان هو لازم ينصرف دلوقتي. وقبل ما التنين ده يطير بنشوف ان ولدنا ريو بيسال التنين عن اسمه، وبيقول له ساعتها ان انا اسمي لين. وبنشوف ان التنين بيتكل على الله وبيمشي. وريو ساعتها بيكون واقف مكانه وبيقول له ان انا كنت عمري ما اتخيل ان انا اتكلم مع تنين في يوم من الايام، بس واضح ان في حاجات غريبه جدا في العالم ده. وبعد كده تتنقل بينا الصوره للساحر اللي كان قابل ولدنا ريو في الاول، وبيقعد يقول ان انا تقريبا كده كنت نسيت حاجه. وبيقول ان ولدنا ريو عنده قدره خفيه، وبيتصدم ان اخر واحد اصلا كان عنده القدره دي كانت بنوته، وهو كان بعتها لعالم تاني من 10 سنين. بس ولدنا ريو قدرته تعتبر ان هي مختلفه، والقدره ان ولدنا هيكون شاب طول حياته وان هو مش هيكبر في السن ابدا. وبعد كده ولدنا بنشوف ان هو بيتحرك على البحر عشان عاوز ان هو يصطاد وياكل، بس اللي كان شافه كانت حاجه غريبه، لان هو ساعتها بيشوف سفينه متدمره، وبيلاقي ان في اتنين من الجنود بيكونوا مرميين على الارض، وكان باين ان هم اتهاجموا من وحش موجود، والوحش ده تقريبا موجود في الميه، وهو اللي كان كسر السفينه عليهم. وفجاه ولدنا بياخد باله ان في واحد منهم بيكون عمال يتنفس. وبعد كده بتتنقل بينا الصوره لبيت ولدنا ريو. واحد من الجنود بيكون فاهم وبيكون ماسك معاه قلاده باين عليها ان هي غاليه عليه، وبيقعد يبص حواليه، وبنشوف ان هو بيكون عمال يتكلم وبيقول انا فين، وبيكون خرج علشان يستكشف المكان. فجاه مره واحده ولدنا ريو بيظهر وراه، والجندي ساعتها بيتفاجئ وبيقول ان انا مش لازم اقول لولدنا ريو على اي حاجه كانت حصلت بالظبط، بس بنشوف ان هو بيعرف على نفسه وبيقول ان انا اسمي ابل، وبيقعد يشكر ولدنا ريو ان هو انقذه. وريو ساعتها بيقعد يقول له ان انا ما عملتش اي حاجه، وكل اللي انا عملته بس ان انا شلتك وجبتك هنا، وانت الوحيد اصلا ان انا كنت لقيته ان هو لسه عايش. وابل ساعتها بيقعد يقول له ان احنا نعتبر مهربين، بس انا مش عاوز ان انت تقلق مني. وريو ساعتها بيتفاجئ ان هم مهربين، وبنشوف ان ابل ساعتها بيكون جعان وبيقعد ياكلوا هما الاتنين مع بعض. وبعد كده بنشوف ان ولدنا ريو بيعرفه بنفسه، وابل ساعتها بيساله بيقول له هو انت ما عندكش اي هدوم بدل ما انت ماشي سلط ملط كده؟ بس طبعا زي ما احنا عارفين فولدنا معهوش اي قماش ولا خيط. فابل ساعتها بيقول له ان انت اصلا ممكن تشتري لنفسك هدوم، بس بيقعد يفكر وبيقول ان هو اكيد معهوش اي فلوس، علشان اكيد لو كان معاه فلوس كان اشترى اي حاجه هو عاوزها لنفسه. وبيحس ان هو ساعتها ضايق ولدنا ريو. وريو طبعا مش عارف اي مدينه قريبه، وولدنا ريو طبعا زي ما احنا عارفين فهو ما يعرفش اي مكان غير البيت ده، ولا يعرف اصلا اي حد. وابل ساعتها بيعرف ان ولدنا ريو اصلا هو اللي بيصطاد الاكل لنفسه، وبيساله بعد كده على السكينه اللي معاه. فبيقول ان السكينه دي انا بستخدمها للدفاع عن نفسي، وعلشان اقدر ان انا اقطع الحيوانات اللي انا بصطادها. وبعد كده بيوريه ان هو يقدر ان هو يستخدم سحر الميه. وطبعا الواد ابو شعر احمر بيتفاجئ من القدره السحريه اللي عند ولدنا، وبيقول ان في المقاطعات المركزيه يعتبر نص الناس بس هم اللي عندهم قوه سحريه، وانا اعتبر ان انا مش منهم. وابل ساعتها بيطلب منه ان هو لازم يرجعه للشاطئ علشان هو عاوز ان هو يشوف حاجه. وهما ماشيين بنشوف ان ابل بيسال ولدنا ريو وبيقول له هو انت معكش اي عصايه سحريه؟ فريو ساعتها بيقول له يعني ايه اصلا عصايه سحريه؟ انا معيش اي حاجه، انا عريان يابا زي ما انت شايف. فابل ساعتها بيحس ان هو اتسرع فعلا في السؤال، وبيتاكد ساعتها ان ولدنا يعتبر فقير فقير. انت فقير يا محسن. بعدها ابل بيقول له ان انت لازم تخليني انا اللي امشي في الاول علشان لو حصل اي حاجه اقدر ان انا اتصرف. وريو طبعا بيرفض، بس ابل بنشوف ان هو بيصمم علشان عاوز ان هو يرد للجميل علشان ولدنا كان انقذه.
وفي الآخر ولدنا بتشوف إن هو بيوافق وبيقول له يا ريس أنا هاعتمد عليك، فيا ريت إن أنت ما تخذلناش. وبعد كده بنشوف إن هم فعلا بيوصلوا للشاطئ، بس بنشوف إن الجثث أصلا اللي كانت موجودة هناك بنعرف إن هي اختفت، وبيقعدوا يفتشوا في المكان وبيقولوا ممكن يكون البحر هو اللي خدهم. وطبعا إيبل بيقول إن ريو لو ما كانش أنقذني فأنا أكيد كان زماني مختفي زيه. وولدنا ريو بيعرف ساعتها إن إيبل يعتبر شخص محظوظ، وإيبل ساعتها بيطلب من ولدنا ريو إنه ما يقعدش يقول يا سيدي تاني علشان هو مش بيحب الرسميات، وخصوصا أصلا إن ولدنا ريو كان هو اللي أنقذ حياته. وريو ساعتها بيقول له يا ريس أنا بقول لك كده بس علشان أنت أكبر مني، بس زي ما أنت عاوز، فمن هنا ورايح فأنا مش هقول لك يا سيدي، وإن أنا هناديك باسمك على طول. وإيبل ساعتها بيقول له إن أنا من دلوقتي فأنا هعتبرك صاحبي يا ريس. وولدنا ريو طبعا بنشوف إن هو كان مبسوط لأن ده يعتبر أول واحد هو اتعرف عليه في العالم الجديد. وبس كده يا سيدي، بقى كده خلص ملخصنا لحد هنا. ما تنساش بلايك وشير، ولو بتتفرج عليا لحد هنا ما تنساش تكتب لي 50.